صباح الخير عليكم حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده مع هذا البرد وهذا الشتيوه وهذا الجو البارد. ما إلا غير بدرب الباذنجان مع كسره سخونه ولا مطلع سخون. واش نقول لكم؟ واحد البنه كتشوفوا التاسل كيفاش راهو يخرج وحده هكذا كيما راكم تشوفوا، يعني ما كاش واش نزيدوا فوقها. اول حاجه قبل ما نبداو ما نساوش نصلوا على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والتسليم. هنا درت شويه زيت شويه سمن، ما تكتروش، وقلوا اللحم تاعكم. نروحوا لهنا للدرسه اللي فيها نص راس توم، عندنا فلفل احمر حار، فلفل احمر حلو، فلفل اسود، ملح وكرويه. ندرسوا مليح هكذا التوم تاعنا، ومن بعد نروحوا نضيفوها فوق هذاك اللحم اللي كنا قليناه مليح حتى تلق العسيله ديالو، ونروحوا نضيفوا الدرسه. هنا انا الدرسه المهرس تاعي ما يدرسش مليح عليها، حطيت لي الثوم هكذاك بصح قليت مليح حتى ذابت الثوم تاعي، يعني ما كان حتى مشكل. قليت كامل هاد المكونات، ضفت شويه طماطم مصبره وشللت المهرس تاعي ومرقت به، خليته يزيد يتقلى مليح في هذيك الزيت وهذيك الثوم وهذيك هذاك اللحم، خليتهم يتقلاو كامل حتى تلقت الثوم تاعي روحها كامل. ومن بعد رحت مرقت وضفت الحميصه. هنا تمرقوا كل واحد على حسب لاكوكوت تاعو، على حسب اللحم، على حسب الحميصه، ديروا حساب يعني باش يطيب لكم هذوما. وتقعد لكم شويه مريقه اللي راح نحطوا فيها الباذنجان تاعنا يتجمر فيها. نروحوا للباذنجان انا قطعته دوائر ودرت له ملح ونخليه مده حتى يطلق الماء تاعو باش هكا ما يشربليش الزيت. نروح نقليه ونحمره، بعدها نقطروا مليح ونزيد نشفوه هكذا بالبابي حتى نتخلص معاه من الزيوت الزائده. بعد ما طابت الحميصه واللحم نروح نستف هذاك الباذنجان كامل ونخليه يتجمر واحد 5 دقائق برك. نقصوا النار باش ما تنشفلكوش المرقه، تقعد لكم شويه. شوفوا شحال جات عاقده، شوفوا جات ملبيه، يعني واحد البنه اللي فيها هاد الدرب الباذنجان ما راحش تلقاو كيفها. صدقوني بزاف بزاف سيوه بهذه الطريقه راح تعجبكم بزاف. تقدروا تقطعوا له شويه حشيش من الفوق ولا تقدروا تخلوه هكذا. شوفوا شحال جا هايل. بقى عاد لي نقول لكم تهلاو في راحكم في فيديوهات مقبله ان شاء الله. ما تنسوش تخلوا لي اشتراك للقناه. تهلاو في راحكم، سلام.